مرحبا بكم في قناة عالم المعرفة. في هذه الحلقة سنذهب سويا في رحلة استكشافية مذهلة، رحلة إلى حيث الغموض يحيط بنا من كل جانب، إلى الأعماق السحيقة للمحيطات. تغطي المحيطات أكثر من 70% من سطح كوكبنا، ومع ذلك فإننا نعرف عن الفضاء أكثر مما نعرف عن هذه الأعماق المظلمة. تخيلوا معي عالم قائم بذاته تحت الماء، عالم مليء بالأسرار والكائنات الغريبة، عالم لم تكشف لنا الأيام إلا عن جزء ضئيل من أسراره، من كائنات بحرية غريبة لم نسمع عنها من قبل، إلى سفن غارقة تحمل في طياتها حكايات من الماضي وأسرار تنتظر من يكشف عنها. استعدوا للغوص معنا في عالم من الغموض والإثارة، عالم سيدهشنا بجماله وعظمته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في الأعماق السحيقة، حيث يسود الظلام الدامس، وحيث الضغط الهائل كفيل بسحق إنسان في لحظات، تعيش كائنات بحرية غريبة، كائنات لم يتخيلها عقل إنسان من قبل. تخيلوا معي سمكة التنين السوداء، هذا المخلوق العجيب الذي يستطيع التخفي في الظلام كما لو أنه جزء منه. جلدها الأسود الذي يمتص الضوء بالكامل يجعلها virtually invisible في الأعماق المظلمة، وكأنها شبح من عالم آخر، شبح يعيش في عالم لا نعرف عنه إلا القليل. وهناك أيضا الحبار العملاق، ذلك العملاق الذي يصل طوله إلى 12 مترا، يعيش في أعماق يصعب الوصول إليها، عملاق مرعب يثير في نفوسنا الرهبة والانبهار في آن واحد. إنها كائنات تذكرنا بمدى ضآلة معرفتنا بهذا الكون، ومدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فسبحان من أبدع فأتقن، وسبحان من خلق فأبدع. لكن هذه الكائنات المذهلة ليست سوى غيض من فيض، فما زال في أعماق المحيطات الكثير والكثير من الأسرار التي تنتظر من يكشف عنها. تخيلوا معي بحيرات تحت سطح البحر. أجل، إنها ليست خيالا علميا بل حقيقة مدهشة. توجد بحيرات مالحة داخل المحيط نفسه، بحيرات تشبه عالما مختلفا تماما. هذه البحيرات التي تسمى أحيانا برك الموت تتميز بتركيز عال من الملح، يصل أحيانا إلى 5 أضعاف تركيزه في مياه البحر المحيطة. ولكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذه البحيرات تحتوي على غازات سامة مثل غاز الميثان وكبريتيد الهيدروجين، مما يجعلها بيئة قاتلا لمعظم الكائنات البحرية. تخيلوا معي سمكة تسبح في ظلام المحيط، ثم فجأة تجد نفسها محاطة بمياه مالحة خاخة، غازات سامة تملأ خياشيمها، لا مجال للهروب، الموت هو المصير المحتوم. إنها صورة مرعبة، ولكنها تذكرنا في الوقت ذاته بقوة الطبيعة وبقدرة الخالق سبحانه وتعالى على خلق عوالم مختلفة، عوالم داخل عوالم لا يعلم عددها إلا هو. في قاع البحر الكاريبي يرقد حطام يحمل بين طياته قصة من قصص الماضي، قصة عن سفينة غارقة وكنز مفقود، قصة عن سفينة سان خوسي. كانت سان خوسي سفينة إسبانية ضخمة محملة بكنوز لا تقدر بثمن، ذهب وفضة وأحجار كريمة، كنوز جمعتها إسبانيا من مستعمراتها في أمريكا الجنوبية. وفي ليلة عاصفة من ليالي عام 1708 غرقت سان خوسي في معركة بحرية ضارية، واختفت معها الكنوز التي كانت تحملها، كنوز قدرت قيمتها بأكثر من 17 مليار دولار. وظلت سان خوسي مفقودة لأكثر من 300 عام، إلى أن تم العثور على حطامها في عام 2015 في قاع البحر الكاريبي، ليثير اكتشافها ضجة إعلامية واسعة، وليعيد إلى الأذهان قصة من قصص الماضي، قصة عن سفينة غارقة وكنز مفقود. في قاع البحر لا نجد حطام السفن فقط، بل نجد أيضا آثارا لحضارات غارقة، حضارات اندثرت وبقيت آثارها شاهدة على وجودها.
العلماء وجدوا هياكل وأدوات غامضة في قاع البحر، بعضها يشبه الأطلال القديمة، مما يشير إلى إمكانية وجود حضارات بشرية عاشت في الماضي الغابر، ثم اندثرت بفعل الكوارث الطبيعية أو الحروب. ومن بين هذه الاكتشافات المدهشة دوائر حجرية عملاقة تشبه ما يعتقد أنه آثار حضارات غارقة، مثل مدينة أتلانتس الأسطورية، تلك المدينة التي وصفها أفلاطون بأنها كانت ذات حضارة متقدمة قبل أن تغرق في البحر وتختفي إلى الأبد. هل هذه الآثار دليل على وجود حضارات غارقة؟ هل سنتمكن يوماً ما من فك رموز هذه الآثار وكشف أسرارها؟ إنها أسئلة محيرة تثير فضولنا وتدفعنا لمزيد من البحث والاستكشاف، فما زال في جعبة المحيطات الكثير والكثير من الأسرار. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في أعماق المحيطات، عالم مليء بالأسرار والمفاجآت، عالم كل يوم يحمل لنا اكتشافات جديدة. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وشاركوا مع أصدقائكم ليستمتعوا بهذا المحتوى المثير. ولا تنسوا الاشتراك في قناة عالم المعرفة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، ودائما تذكروا: المعرفة بحر لا ينتهي.